عارف ايه هي اول شوكولاتة عرفها المصريين؟ ما تعرفش؟ طب تعالى اقولك، شوكولاتة كورونا، والمصريين كانوا مسميينها شوكولاتة الغزالة، وهقولك ليه كمان شوية. الشوكولاتة دي موجودة في مصر من سنة 1919، يعني عمرها اكتر من 104 سنة، يعني اكتر من عمر اللي ما يتسموش. بس ده ما كانش شكلها في الاول. طيب ايه هي حكاية الغزالة اللي على الورقة دي؟ بيقولك يا سيدي ان كان في غزالة برية دايما بتظهر في ملعب كرة القدم بتاع المصنع. ايه ده، ملعب كرة قدم؟ اصل نسيت اقولك ان الخواجة خريستو كان عنده مبدأ جميل قوي. بيقولك ان الشوكولاتة دي عجينة حساسة بتتأثر بنفسية الشخص اللي بيعملها، فازاي هي بقى تكون مصدر للسعادة واللي بيعملها ما يكونش مبسوط؟ علشان كده كان بيحرص ان كل العمال اللي عنده في المصنع يكونوا مبسوطين، وعمل لهم الملعب ده علشان يرفهوا عن نفسهم. نيجي بقى للغزالة. في يوم بقى كانت الغزالة معدية في الملعب، فضربتها الكرة بالغلط واتكلت على الله. فقرر الخواجة